ايه الاولمبياد؟ المكان ده بيجيب لي ذكريات كتيرة قوي. ايام ما كنت بلعب مثلا كرة سلة، لا ده كرة يد، ايه ده؟ طيب مش مشكلة. المهم المكان ده انا مارست فيه كل الرياضات. مارست فيه السباحة، بلبطة، شيش. ايه اللي انا بعمله ده؟ مش مشكلة. المهم فرصة ليا ان انا ارجع تاني عشان العب كل الالعاب اللي انا تفوقت فيها، اوري الابطال الاولمبيين دول يعني ايه تبقى بطل اولمبي. تايكوندو. معانا تامر صلاح، بطل مصر وافريقيا والعرب والعالم والعمرانيه في التايكوندو. ازيك يا تامر؟ اهلا بيك. احساسك ايه وانت مشهور كده وعندك ميداليات كده وتمشي في الشارع الناس بتوقفك؟ هو انا كل دقيقه بقف الصراحه، يعني بقف كتير قوي. ازاي؟ عشان اعدل الجزمه. لا بجد. ما فيش حد عارفك خالص في الشارع؟ لا قليل قوي اللي في اللعبه بس. انتوا دلوقتي زي ما بيقولوا اندر فاندد، التمويل بتاعك قليل ومفيش سفر، مش زي ما بيحصل بره. بس انت كسبت ناس كوريين ودي اللعبه بتاعتهم. ازاي؟ وطبعا ده توفيق ربنا اول حاجه، وتاني حاجه التمرين، احنا بنجتهد وده توفيق ربنا لينا. يعني احنا طول السنه قاعدين في معسكر هنا في مصر، او سفريتين او ثلاثه بالكتير قوي. بس ده مش كفايه. هو ده فعلا مش كفايه. بس الكوريين، ازاي الكوريين بيبقوا ابطال العالم؟ يعني هل ده له علاقه ان هم بيعملوا تلفزيونات عربيات، ولا هم عشان لا، هم زي ما اقول لك، عندهم التايكوندو دوت دراسه في المدرسه، يعني زي اللغه العربيه عندنا هنا في مصر، او تدريب يعني منزلي. بالظبط كده. بالظبط. عندهم يعني اساسيين التايكوندو، اساسي ان هم يتمرنوه حتى من 3 سنين، بيبداوا من 3 سنين لحد ما يخش الجامعه. هو بيتمرن تايكوندو، دي حصه اساسيه. تمام. بتعرف تطلع رجلك فوق؟ يعني شويه. طب جرب كده. جرب دي ادينا لحظه فوق. اديك طالعه فوق اديني طالعه فوق كده مثلا. يعني البنطلون بتاعك مش بيتفتق كده؟ لا انا عامله بخصوص. حسام بكر، بطل مصر، بطل افريقيا، بطل العرب، بطل البحر الابيض المتوسط، بطل فرانكوفون، 5 اولمبياد. وبتعمل ايه في وقت فراغك؟ الحزام الذهبي الوحيد في مصر الحمد لله. انت وزن ايه يا حسام؟ انا وسط 69 كيلو. تمام. انت كل الانجازات ديت كنت جايب 5 اولمبياد في بكين، وانت بطل البحر المتوسط. كسبت مين في النهائي بتاع المتوسط؟ صربيا. صربيا. مؤامره، خلي بالك. انت عارف في كلام كتير على صربيا دلوقتي. فدلوقتي ايه المشاكل اللي بتقابلكم على الاولمبياد اللي جايه؟ انت كنت مستعد عشان بكين، دلوقتي انت فاضل 6 شهور. 6 شهور لسه ما زلنا مش جاهزين للاولمبياد اللي جايه. احنا لسه اصلا ما تاهلناش للاولمبياد اللي جايه. احنا عندنا التاهيل ان شاء الله في المغرب في شهر 4، بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد. بس انت بتقولي ان العالم كله عمال يتمرن العالم كله بيلف، العالم كله بيلف واحنا مش عارف مستنين. يعني احنا المفروض طالعين معسكر يوم 1/4 في اوكرانيا ان شاء الله، هنقعد فيه 27 يوم، نطلع من اوكرانيا على المغرب على البطوله. بس احنا بنطلب، بس انت يعني كده متاخر. احنا بنطلب، يعني احنا بنحاول نطلع اليومين دول كمان معسكر، عشان عندنا بطوله في البانيا الشهر الجاي، يعني بطوله استعداد. بس انت بتقول ان الاستعدادات والمعسكرات وكده بالنسبه للناس اللي انتوا حتى بتكسبوهم، انتوا بتكسب ناس من تايلاند اللي هو بطل العالم وكده، ومع ذلك الناس دي لا، اخرها كنا في دوره الالعاب العربيه اللي كانت في الدوحه اللي في شهر 12 اللي فات، واكتريه العرب كانت لسه جايه من كازاخستان يعني العراق. يعني انا كاسب اول ماتش عراقي، وكانوا لسه راجعين من كازاخستان واحنا جايين من مصر. يعني هم متمرنين وانتوا لا؟ هم متمرنين يعني احنا محتاجين المعسكرات عشان الميداليه الاولمبيه. احنا مش بندور على افريقيا، خلاص افريقيا جبنا افريقيا، عرب جبنا عرب.
احنا عايزين بقى الاولمبيات والكلام دوت. طيب يعني انت الهدف دلوقتي انك تروح معسكرات عشان تضرب وتنضرب. مش يضرب مشكله، لا وينضرب. انا عايز اتدرب دلوقتي عشان اضرب بعد كده ان شاء الله. او ان شاء الله باذن الله ميداليه ان شاء الله في بكين ان شاء الله. سوري في لندن. في لندن في أنا آسف. لندن ان شاء أوكي. الله. ان شاء الله باذن الله. الله. دي بقى الجله بقى. شكلها خفيفة. المهم ياسر فرج بطل مصر افريقيا العرب في الجله متوسط والحي اللي جنبنا. بالظبط. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت واكل كام بني ادم على الصبح؟ يعني واحد بزيت الحار واحد بزيت الحلو. طب قول لي بقى ايه الفرق بين استعدادك انت واستعدادات الابطال اللي انت بتنافسهم في البطولات الثانيه؟ يعني هم بياكلوا كام بني ادم وانت بتاكل قصدي يعني. لا هم بيفطروا كتير وبتاع، لكن احنا طبعا انت فاهم الشعب المصري طبعا بيحب الحاجات الحلوه كده بتاع. بس في الاخر كبطوله كاستعداد للبطوله الكلام ده هو الفرق بتاع الاعداد ما بين هنا في مصر وما بين الدول المنافسه. والله الموضوع كله يبقى امكانيات، يعني هم عندهم امكانيات احسن مننا بكتير يعني بصراحه. طيب هل في مثلا مشكله في المعسكرات، مشكله في الفلوس، مشكله في مشكلة انت بالنسبه لك يعني انت في الغذاء يعني مثلا مشكله عندي انا مثلا في المعسكرات، مشكله عندي طبعا في الماديات، مشكله اكبر انا ما عنديش مدرب في دورة حاليا. تمام. انا كان عندي مدرب دكتور ناجي اسعد وعقده طبعا انتهى ومفيش مدرب حاليا معايا لحد دلوقتي. والمشكله كمان ان انا متاهل للاولمبياد وما عنديش مدرب اعداد الاولمبياد، فدي ان انا بمر بظروف صعبه في النقطه. طب يعني انت قدامك كام شهر للاولمبياد ولازم انت تعد وتبقى جاهز، تفتكر هتجيب لنا ميداليه؟ والله ان شاء الله، بس يعني انا يعني اشوف بس الاتحاد الخطه بتاعته ايه، عشان المفروض يبقى موجود مدرب بديلا او الدكتور ناجي اسعد عشان نشوف استمرارنا في الاولمبياد ان شاء الله. طيب احنا معاك ان شاء الله باذن الله. الله. انا مش عارف ممكن ابقى لك 2 بني ادمين على بكره مش مهم، ممكن في السحور ان شاء الله. بالعشاء ان شاء الله. ايه ده دقيق ده ولا ايه؟ لا دي بص حضرتك. معانا دلوقتي بطلة عالم في الخماسي آية مدني. ازيك يا آية، اخبارك ايه؟ الحمد لله ايه اخبارك؟ كويس. هو ايه اللي انت لابسه ده؟ ده قالوا لي ده لبس رماية. لا ده ما ينفعش هنا. ليه؟ قالوا لي ده ما ينفعش. ليه؟ ينفع انا اعمل بيه رماية ولا لا؟ لا ممكن تصطاد بيه بط، يعني ده هيبقى اخر. هو اذا كان على بط احنا في كتير يحبوا يصطادوا بيه بط. كده ازيك يا آية؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. انت الخماسي اللي هو ايه؟ جري وسباحه ورمايه وفروسيه وسلاح. كتير قوي. بتعمليهم كلهم مرة واحدة؟ مرة واحدة. ما بتعمليش نص؟ ما بتريحيش؟ اتعودت على كده بقى طيب خلاص. انت بطلة عالم السنة اللي فاتت وتاني على العالم قبل كده وتامن اولمبياد وداخله السنة دي صح؟ ان شاء الله. هتجيب لنا ميدالية ولا ايه؟ ان شاء الله، ده انا بعمله يعني، بتمرن كويس الحمد لله طب اسالك سؤال، انت بالنسبة للناس التانيين في الدول التانية المنافسة هل في نفس الامكانيات ولا امكانيات اقل ولا انتم محتاجين معسكرات اكتر؟ هو احنا يعني السنه دي مختلف شويه عن بكين، يعني احنا عندنا لا هي لعبه خبره، كل ما الوقت بيزيد كل ما الخبره بتبقى اكتر. بس في برضه تدريب. في بقى تدريب، ما التدريب ده يعني ده الحمد لله احنا ماشيين فيه كويس، فما فيش مشكله فيه يعني. بس طبعا كاختلاف دول ما بين اوروبا وهنا او امريكا طبعا في اختلاف يعني، بس احنا بنحاول نعوض دوت ان احنا بنسافر معسكرات بره يعني. اتبرع ولو بجنيه. احنا هنلعب مصارعة روماني ولا حرة؟ حرة طبعا. هو ده لبس الحر؟ طبعا اكيد. يجيب لك تسلخات؟ احيانا. تفتكر لو تامر حسني لبس اللبس ده هيعرف يلم شعره جوه؟ والله هو اشترطه. انت
قد المواجهه دي؟ اهم حاجه انت اللي قدها. ده انا قدها. شوف معرفش يأذيني قوي. واضح ان الرياضه مش فارقه كتير على السياسه، الاتنين فيهم خسائر، وانا اتكحرت بصراحه. بس في الاخر لو احنا طلعنا من كاس افريقيا وبطولات الكره الثانيه اللي بنصرف عليها ملايين، مش فاضل لنا غير الناس دي اللي ما بياخدوش ربع اللي بيتصرف على الكوره ورايحين يمثلوا مصر برضه. التراس اولمباوي. يا رب بداليتين.